النهارده جاي اكلمك عن مشكله لو تجاهلتها هتكلفك تمن مكنه جديده، لان اللي انت قاعد عليها دي هيبقى ملهاش اي لازمه. لان لو حصل وتسببت في المشكله اللي انا هنبهك منها دلوقتي، المكنه مش هيبقى لها تصليح خالص للاسف، وهتضطر انت تجيب مكنه جديده، والمكنه طبعا سعرها غالي. والمشكله دي بالذات حصلت معايا شخصيا من سنين اول ما دخلت عالم الخياطه. والحمد لله في القناه هنا انا جاي بحكي لك كل حاجه وكل مشكله وحلها ايه بواقع خبرتي في مجال الملابس والخياطه وصيانه المكن. فمشكلتنا النهارده يا جماعه العدسه دي بتاعت ايه او ايه لازمتها؟ دي يا جماعه اسمها نضاره الزيت. وانت بتشتغل على المكنه زي كده مثلا في زيت بيطلع، لو حضراتكم شايفين معانا، شايفين الزيت ده كده، انا اعرف ان المكنه تمام معايا والتروس وصل لها زيت. طالما الزيت بيتدفق فيها كده وباين من هنا وانا شغال، اعرف ان الدنيا معايا في المكنه تمام. لو الزيت هنا ما بيرفعش ومش واصل معايا فوق، يبقى انا كده على طول اعرف او اخد بالي ان الحوض بتاع المكنه من جوه ناقص زيت. ولو ناقص زيت ايه اللي ممكن يحصل معايا؟ الحوض يا جماعه بتاع المكنه في ليميت معين، شرطتين فوق بعض، تمام؟ بيقول لك ان هنا مثلا الزيت يبقى معقول فوق شويه، يبقى كده تمام. تمام ده يبقى بالنسبه لان انت لو معاك لو معاك مثلا هنا شرطتين اهم، في واحده تحت وواحده فوق، جميل. فهنا اللي معايا دي، اللي تحت دي معناها منخفض، اللي فوق معناها عالي، يعني كده المستوى تمام. لو انا المستوى معايا فوق هنا تمام، او في النص ما بين الخطين كده معقول برضه، واشتغل عادي. ليه بقى؟ انا هنا معايا الحوض بتاع الزيت اهو، تمام، وهنا دي اسمها الترمبه بتاعت الزيت. الترمبه دي فيها مروحه من جوه من هنا، بتشفط الزيت من هنا تمشيه في التروس بتاع المكنه كلها. وبناء عليه وانا شغال زي ما قلت لك، العدسه اللي قدامي فوق بيبان اذا كان في ضخ في الزيت، او المروحه دي شغاله وبتشفط الزيت ولا ما بتشفطش. لان بكل بساطه لازم كل فتره تبص على النضاره من فوق وانت شغال، تمام؟ تشوف اذا كان الزيت طالع فوق وشغال باين عندك فوق، يبقى كده الدنيا عندك تحت تمام. لو ما بيطلعش من فوق، هتفتح المكنه زي ما انا فاتحها كده، تمام، وهتبص عندك هنا كده في الحوض. لو الزيت ناقص هتزوده. طب افرض يا عم سعيد الزيت تمام في المكنه بس مفيش حاجه من فوق عندي باينه، يبقى كده في مشكلتين. اول مشكله معايا ودي سهله ممكن نحلها بنفسنا، عندك هنا 3 مسامير، تمام؟ ممكن تبقى المصفى دي عايزه تتنضف طبعا، ماشي، هتفك المسامير دي، وهيبقى هنا جوه هنا ممكن تلاقي وبر او اي حاجه منعه شفط الزيت انه يطلع للمواسير فوق. تاني حاجه معايا خرطوم ده ممكن يكون مقطوع او في اي مشكله، طبعا بيتغير عادي، سهل جدا انك تشتري واحد وتركبه. ولو ما عرفتش تركبه هتستدعي الفني، بسيطه خالص يعني ان شاء الله. بس اهم حاجه يا جماعه الزيت ده هو روح المكنه، هو البنزين بتاع المكنه يعتبر، تمام؟ وعندك ده مغناطيس اللي انتوا شايفينه ده قدامي، ده مغناطيس. المغناطيس ده مهمته لازم، هو بيجي مع المكنه عموما وهي جديده، بيبقى موجود مكانه كده، لازم تسيبه مكانه ما تشيلوش. ليه بقى؟ لان مثلا وارد وانت شغال ابره تتكسر، اي حاجه تقع في الحوض هنا، تمام؟ طبعا المروحه دي بتشفط الزيت بتضخه للمكن، فممكن تشفط اي شوائب معاها. المغناطيس ده مهمته ان هو اي شوائب في المكنه، اي حاجه حديد، ابره، سن ابره مكسور، اي حاجه بتمسك فيه، وانت مع الوقت تاخده تنضفه وتحطه مكانه تاني. فهو كده بيحمي لك الترمبه دي من اي شوائب تطلع، زي مسامير، مسمار صغير، دبوس، ابره، اي حاجه. فهو كده حماها لك من انها تتسد او يحصل لها اي مشكله، تمام؟ فلو بقى الزيت ما بيوصلش للمكنه من فوق، ايه المشكله؟ لو انا تجاهلته ونسيته، لو كل حاجه عندي تمام وانا نسيت الزيت ده ان هو يطلع في المكنه من فوق، ايه اللي هيحصل معايا؟ دي بقى المشكله اللي حصلت معايا من سنين قوي كتير. اي يعني فتره ما دخلت عالم الخياطه كده وما كنتش لسه فاهم اي حاجه، والحمد لله انا هنا بديك خبرتي. فلو انت جديد معايا في القناه دوس اشتراك عشان تستفاد مني باذن الله واديك المعلومه كامله. فايه اللي حصل معايا؟ ان انا تجاهلت الزيت ده خالص ونسيته وما كنتش ببص عليه، دي اول حاجه.
اشتغلت عادي خالص. فجأة الترومبة دي قفشت، ما عادتش بتلف، والمكنة وقفت. جيت رفعت الحوض ما لقيتش نقطة زيت هنا. ايه اللي حصل معايا؟ المكنة التروس من جوه هنا نشفت، ما عادش فيها نقطة زيت. التروس من جوه قفشت. السنان دي شايفين دي كلها لازم تكون متزيتة وعليها زيت عشان ينعم الحركة بتاعتها. حلو. غير كده كمان دي ماسورة بيمشي فيها الزيت بيوصل للكروشيه. الكروشيه ما ينفعش ينشف، لازم يبقى دايما متزيت كده حاجة بسيطة. وده طبعا قدامي مسمار الزيت. مسمار الزيت ده بقفله بس مش قوي، عشان لو قفلته قوي هيمنع وصول الزيت، ولو فتحته قوي هيوصل الزيت عندي، هيجي في الحوض هنا وبالتالي هيوقع، هيوسخ الشغل طبعا. فاللي حصل معايا لما الزيت نشف، تمام، ودي كانت اول مشكلة تقابلني، ان المكنة قفشت. التروس دي ما عادتش بتتحرك. جبت الفني عشان اقول له المشكلة 1 2 3. قال لي لا، المكنة دي لازم تروح مخرطة، لازم تروح مخرطة علشان خلاص كده يعني هي قفشت منك، فانت لازم هتروح مخرطة عشان يشوفها بنفسه، ولو لها تصليح هيصلحها. فكل حاجة يا جماعة مهما كانت بسيطة لازم تاخدوا بالكم منها كويس قوي، علشان في حاجات ما ينفعش نستهون بيها. والمكنة دلوقتي الجاك دي A4B عاملة 25,000، فعشان ازازة زيت ب70 جنيه 60 جنيه ممكن المكنة خلاص منك كده بالسلام. المكنة عمرها افتراضي وليكن سنة، لو انت مهتمتش بالصيانة وبزيت والكلام ده كله مش هتقعد معاك 3-4 شهور. ده مثلا انا بقول مثلا. ربنا يحفظكم جميعا. ولو انت جديد معايا هنا في القناة دوس لايك واشتراك وسيب كومنت. لو انت محتاج اي حاجة او اي مشكلة معاك كلمني وانا هقولك على طول الحل بتاعها او اعمل لك فيديو. نورتونا.